مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة وموضوع جديد، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. وقبل ما ندخل بموضوعنا نتمنى منكم يا متابعينا الكرام لايك وشير وسبسكرايب. أول شي وقبل ما نبلش بموضوعنا بس مداخلة صغيرة وتعليق صغير على تصريح وزارة ما يسمى خارجية إسرائيل المعتوه أخو المعتوهة حول بعبعته الأخيرة. رح أقول لك شي واحد بس: إني أسمع جعجعة ولا أرى طحينا. له يا أخو الشليتة له لعما ضربك ضرب ويبعت لك هوا نار وبارود سوا، يشيلك شيل ويقشك قش. يا أخو اللهم إني صائم عفوا، يا مغضوب الوالدين، هيك أنا هلأ ارتحت، ما بقدر أنا خيو بالأخص على هيك شكيلات إلا ما أرد، هيك طبعي سبحان الله أنا خيو خالقني. المهم يا معلم، بعد ما يأسبتوا رمضان ويطلع تحت على التلفزيون عاجل غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، ويطلع هالقاضي يوجه كلمة للشعب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتبلش هالجوامع تنادي على صلاة التراويح، وبتبلش هالتبريكات وموبايلك ما عاد يهدى من الاستقبال والإرسال، وتبلش تبعت هالصورة يلي بعت لك إياها ابن عمة مرت خالك، وتحددها وتبعتها لكل يلي موجودين عندك على الفيس على الموبايل على الواتس، وبتعايد كل أفراد عيلتك. وعلى سيرة العيلة ندخل بموضوع الحلقة. رمضان جانا، كيف وشلون أغلب العيال والعالم يلي بتعيش حياة رمضان اليومية؟ منبلش بالأب. الأب بفيق روحه براس مناخيره، لا قهوة ولا دخان، خصوصا مع الصيام يا سلام، ومرة عم تنق وبدها هالشغلة وهالشغلة، وولاد كل واحد شوي بنقر التاني. والأب قبل الإفطار بساعتين اصحك ثم اصحك ثم اصحك، تقرب عليه وهي بالثلاثة، أو تجرب وتحكي معه. ليش ما عم تردي؟ قديش باقيان ليضرب المدفع؟ ليش وين ساعتك؟ هلا شو بدك بساعتي؟ جاوبي على قد السؤال لو سمحتي. لأنه هون وبهذا الوقت بيكون حايص ولايص من مكان لمكان، وبده حدا يتقاتل معه ويتفشش فيه. بيكون السيكارة هون حقها ذهب، والدم من نقص النكتين صار بده أكسجين. الحقيقة وجود الأب برمضان وعلى سفرة رمضان لحاله كرم من عند رب العالمين. والأب الله يخلي لنا أبهاتنا وأبهاتكم، وجوده على سفرة رمضان مثل المزهرية اللي بتزين البيت. الأم يا حرام، الأم يمكن بتفيق أول وحدة بالبيت، وخصوصا بعد سردة امبارح، بعد سردة طويلة من المسلسلات والبرامج اللي كانوا سهرانين عليها قبل بيوم، وبعد ما شربت شي 10-12 ألف فنجان مع جارتنا بعد الإفطار، وبعد بركة 20 ساعة لحد ما صار وقت التراويح وتصير الجارة على باب البيت. لك هو 100 أهلا وسهلا، بس يا حجة بعد 20 ساعة وتقولي لها منها محسوبة؟ إيه والله ما يزابطة أبدا. كأنه سردنا شوي بالموضوع، مو مهم. المهم هالأم بتفيق يا حرام مثل ما قلنا حايصة ولايصة، وبدها تقوم تدور بقى على طبخة، وكل واحد بده شي، وهاد ما بياكل كبة وهاد ما بياكل محشي، وبتحاول يا حرام ترضي الكل. الله يخلي لنا أمهاتنا وأمهاتكم، لأنه وجود الأم برمضان وبغير رمضان هو البيت، هو أمان البيت، ومن غيرها صدقني الحياة بلا طعمة. وهون بنيجي للأخ الكبير، الأخ الكبير اللي ضارب الحياة من نية وبيحملك ألف من نية أنت والكوكب إنه عايش على هالأرض. مواصفاته برمضان: بفي آخر واحد نقاء بيعيط على أخواته، وهي بدها ملح وهي بدها زيت، وبعد ما يفيق قبل الإفطار بنص ساعة بيدخل على هالمطبخ وبيطلع وبيبحبش شو عاملين حلو. وبعد ما استيقظ جناب حضرته وحملنا من نية إنه فاق قبل الإفطار بنص ساعة، وبيجي بعد الإفطار جناب حضرته وبيبلش بقى على هذا الحلو ما طيب، على الشاي ناقصه سكر، على الملح ناقصه شوية حمض، وحطوا لي على هذا المسلسل وبدنا هداك البرنامج. بيضل هيك ساحبها لحد ما يجي الحجي بقى ويحط له حد. هون بنيجي للأخ الثاني، هذا يا حرام كل الفلاحة عليه، بحكم سطوة أخوه الكبير عليه وعلى أخواته. يا حرام بيعزل وبيجيب أغراض البيت وبيفتل قد 10، وبالأخير هو بياكلها. مع أنه وينك أنا إذا بدي أشتغل شغله بضل بارك هذا رمضان والرمضان يلي بعده على التخت، وينك؟ مو بس هيك، بمنن العيلة كلها أني عملت هذا الإنجاز بيوم من الأيام. نيجي لعند الأخت. الأخت بقى هون قطعة السكر تبع البيت، يلي بتكون وزيرة الخارجية بالبيت، ويلي بده أي شي بالبيت لازم يروح لعندها مع تنزيل دمعتين. وينك؟ خلال ثانيتين بصير يلي بدك إياه لتتم عملية النصب والضحك بسهولة.
بسبب قلبها الطيب وكلمتها يلي ما بتصير تنتين عند البابا. وهي كمان بالصدفة اللي تشوفها بالمطبخ بحكم ما تتمتع فيه من سلطة وحكم من طرف البابا. نيجي للأخ الصغير وهون حطنا الجمال هالعنقود. يا سيدي هاد آخر هالعنقود، وبيضل طول رمضان بسرعك وبيقول لك أنا صايم، وبالسرقة بياكل من هالعنقود. وهالعنقود عفوا هالعكروت مو فارقة معه، المهم وبالأخير بده يمشي يلي بده. وخصوصا شي مرة إذا لقطك أنت وعم بتدخن أو شاف عليك شي، اعتبر حالك أعلنت إفلاسك لولد الولد وصار بدك قرض والله، بسبيل أنه يسكت. وبرمضان أفضل لك ونصيحة مني اتحاشاه، يعني لا تحتك معه. هيك يفضل ويقال لا يمرق شهر رمضان بخير وسلام. وبتجتمع هالعيلة بالسهرة وبيكونوا مصفوفين صف، وبعد ما صلينا التراويح وصلاة العشاء بلشت هلأ سردة المسلسلات والبرامج. وطبعا بيكون واحد من أفراد العيلة، وعلى الأغلب بيكون الابن الكبير هو المستلم سردة وترتيب المسلسلات، وبتنفرد لك هالحلويات وهالمكسرات على هالطاولة، وناس بدها شاي وناس بدها قهوة. طبعا الأرجيلة شيء أساسي أو أرجيلتين حسب العدد الموجود. وبتمتدلك هالسهرة هيك للسحور، وناس بتتسحر وناس بتقلك أنا ما رح آكل جبنة بكرة بعطش، لذلك ديريكت بيروح على تخته. وهيك بيقدم الصبح وبيصلوا هالصبح، ولا يمانع قراءة القرآن لحتى ينتهي أحد أيام شهر رمضان المبارك. يعني رمضان بين واحد من 11 شهر، مثل يوسف بين 11 كوكب. لا تقتلوه، لا تلقوه في غيابة الجب، ولا تبيعوه بثمن رخيص، بل أكرموا مثواه لعله يكون لنا شفيعا يوم الحساب. يعني رمضان قصير ولا يحتمل التقصير، ووقت يلي بتتكاسل عن هذا الشهر دوما تذكر قول ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، يلي بنتمنى أن تكون عجبتكم. وبنهاية الحلقة بقلكن كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، بحكم أنه أغلبكم راح يشوف الحلقة وهو صايم. نتمنى منكم بنهاية الحلقة لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم بحلقات تانية. سلام.